لا، ناصر اليوم وجه المحامين ديالو، هذه خارج التحقيق، وإنما وجه المحامون ديالو على أن لا يتحدثوا إلى كافة الجهات الإعلامية التي تسيء للحراك، وحددها بالاسم، اللي هي جريدة شوف تيفي، واللي يعتبرها جريدة تنتمي إلى لوبيات الفساد، وعندك جريدة كشك، وجريدة آخر ساعة اللي كيعتبرها جزء من الأزمة، وجريدة الصباح، وجريدة Parlement.com اللي اليوم دارت جريمة ضد الإنسانية أنها نشرت صور ناصر وهو عريان داخل السجن، وجريدة الأخبار كذلك، جريدة الأخبار اللي تابعها الرشيد نني، وكافة، وهو يؤكد كافة الجرائد الإلكترونية أو الورقية التي تسيء للحراك المبارك. هذا كلام ديال ناصر الزفزافي يمنع على محاميه لأن دفاعه ونائبه كهو نفسه يمثله هو، بالتالي يمنع عليهم الحديث إلى هذه الجرائد، شوف تيفي، Parlement.com، جريدة الأخبار، جريدة الصباح، جريدة الإلكترونية كشك، والجريدة آخر ساعة، وكافة الوسائل الإلكترونية السمعية البصرية الورقية التي تسيء الحراك عبر الأكاذيب أو تسعى إلى الركوب عليه أو تسعى إلى الدفاع عن مصالح بعض الجهات في الفساد. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب.